السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم أكلة في حلة واحدة عشان احنا في الصيف والدنيا حر، والأكلة دي أكلة خفيفة وجميلة وفي نفس الوقت متوسخش مواعين كتير. هنا كده انا بقلب الرز قدام منكم زي ما انتم شايفين اهوت، بوريكم ان الرز مفرفر ومش معجن، وفي نفس الوقت اللحمه مستويه وجميله جدا. واللحمه انا كنت سايباها بتقطعه الجزار قطع كبيره واستوت معايا. انا طبعا سويتها نص سوي وبعد كده حطيت عليها الرز وهتشوفوا معايا دلوقتي. انا كده هنا بحط قطع اللحمه في الطبق عشان احط الرز بقيته واكمل واحط اللحمه، اوزعها على الوش كده تبقى شكلها حلو مع القرفه مع اللومي اللي هي الليمونه، اللي هي الليمونه الناشفه بتبقى جايباها من عند العطار. هنا زي ما انتم شايفين جميله اهوت. بوريكم الحله بتاعه الاستانلس ما لزقش فيها الرز من تحت، عشان طبعا انا اوريكم سويه ازاي، وان انت حتى لو عاملاه في حله استانلس عاملاه في حله الومنيوم مش هيلزق منك من تحت. وهنا بوريكم ان اللحمه مستويه جامد. هنا كانت سخنه مولعه قوي فمكنتش عارفه اطلعها، فبوريكم ان هي اللحمه بتتفصص معاها بسهوله اهيت وناعمه، مع ان دي حته من الفخده، والفخده بتبقى طبعا انتوا عارفين ان هي بتبقى خشنه شويه. هنا زي ما انتم شايفين الرز اهوت، انا كنت حاطه فيه جزر بس الجزر كان قليل شويه. لو انت حابه تكتري عشان الكيلو بيبقى عاوز جزرتين كبار، انا كنت حاطه جزرايه واحده. انا كنت عامله بطاطس شيبس جنب منها كده، جنب الاكل تبلع، وفي نفس الوقت طبق مخلل كده يبقى جميل برضك. هنا طبق الكبسة ده يبقى ممكن تعمليه طبق رئيسي في العزومات، هيشرفك قدام ضيوفك جدا، وهيبقى طعمه جميل جدا وهيعجبهم ان شاء الله. انا بقول المقادير مظبوطه عشان اللي بيعمل ورايا الوصفه يدعي لي ان شاء الله ان انا ان هو خد الوصفه مني بالمقادير مظبوطه فعملها مظبوطه، فما طلعتش منه بايظه. هنا كده انا حطيت معلقه سمنه كبيره، طبعا يعني ما تستكتروش السمنه كتير لان ده انا عامل بقى الرز. وحطيت 3 فصوص مستكه، وسيحتهم. بعد كده حطيت اللحمه. طبعا لو انا فاتحه لكم الصوت هيبقى صوت التش ديت لازم تسمعيها وانت بتحطي اللحمه، لازم السمنه تكون سخنت. وطبعا بحط اللحمه على الحته اللي هي بتبقى سمينه، تحت على على السمنه على طول. طبعا بعد ما تتشوح بتحمر على الجنب ده، بحمرها على الجنب التاني، وبعد احمر فيها اقلبها لحد ما احمرها لونها تبقى كأنك انت بتحمريها تاكليها، بس طبعا هي لسه مش مستويه، عشان تبقى ما تيجي تحطيها مع الرز البسمتي زي ما انتم شايفين في الاول وتقدميها تبقى لونها محمر من فوق، مش محتاجه ان انت تحمرها تاني. حتى لما بعمل اللحمه بعملها مع الخضار بحمرها كده بنفس الطريقه، لان جوزي بيحبها كده، ان لازم تبقى متحمره عشان شربتها تبقى غامقه سنه. بتبقى طعمها لها طعم بردك في التحمير، بتدي طعم حلو قوي. هنا كده بحط نص معلقه فلفل اسمر ناعمه، وهنا بحط حوالي 6 فصوص مستكه. انا بوريكم ان انا بفتحهم ازاي. هنا كده بفتحها من حاجه بسيطه من تحت عشان تبقى تدي طعم في الشوربه. وعودين قرفه واتنين لومي واربع ورقات لوري، وحوالي 6 فصوص قرنفل. هنا كده بعد ما اللحمه اتشوحت وحمرتها على الجنبين، انا فضيت حته في النص كده وحطيت البصله وقلبتها شويه لحد ما تبلت، وبعد كده قلبتها مع اللحمه كلها زي ما انتم شايفين اهيت. وبعد كده احط عليها انا بقولكم ان البصله هنا دبلت في المعلقه اهيت. هحط عليها بعد كده ميه مغليه، ما تحطيش ميه ساقعه من الحنفيه، الميه ساقعه تخلي اللحمه معاكي تاخد سوي جامد ومش هتستوي بسهوله. اما بتحط لها ميه سخنه مغليه من الكتل، او مغليه حتى لو ما عندكيش كتل ممكن تغلي في حله تانية وتحط عليها. وهنا حطيت معلقه سكر عشان تساعد في السويه بسرعه. وطبعا بتحطي اللحمه الميه يا دوبك تغطي اللحمه، بس ما تحطيش ميه كتير، كل ما تعوز ميه حط لها ميه يا دوبك تغطي اللحمه عشان تبقى طعمها حلو والشوربه فيها تبقى تقيله. وهنا كده انا بحط طماطمايه، في ناس بتحط طماطمايه مبشوره وتبشرها وتحطها وتسيبها، لا انا بحب احط الطماطمايه اقطعها واقطعها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، واحطها في الشوربه وما تستوى اللحمه اقوم قبل ما تستوى كده اقوم شايله الطماطمايه. هنا بوريكم ان انا جايبه رز بسمتي اللي هو الرز الذهبي اللي هو الرز الهندي، ده كيس معبى كيلو كده. هنا كده انا هغسله، انا بحطه في طبق واغسله، بعد ما اغسله احط عليه ميه مغليه. هنا كده بعد ما غسلته انا بوريكم ان انا كده غسلته، احط عليه بقى ميه مغليه وانقعه لمده ساعه على ما اللحمه تستوي نص سوي. وكمان هنقع الزبيب، هحط نص كوبايه زبيب، هشطفها الاول وبعد ما اشطفها اقوم احط لها ميه مغليه كمان. هنا كده نص كوبايه زبيب اهيت، ممكن تزودي زي حسب الرغبه. ولو عندك مكسرات كمان بتنقعيها في ميه سخنه. هنا كده الطماطميه بقول لكم استوت اهيت، اللحمه استوت قصدي، والطماطميه انا شلتها. هنا كده ما كنتش حطيت كبابه صيني
فحطيت الكباب الصيني وحطيت الجزر وخليت الجزر يستوي سنه كده مع الايه، مع اللحمه، يعني حوالي 5 دقايق كده. قلبته وقمت مغطياه الشوربه، وقمت ايه مغطيه اللحمه، وقمت ايه سبته يستوي 5 دقايق كده على ما انا اصفي الرز. هنا كده البهارات: معلقه ملح كبيره من معلقه الاكل اللي انتوا شايفينها ديت، ومعلقه كركم، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه كاري، واتنين مرقه لحمه، عشان طبعا احنا عاملينها باللحمه. وهنا ده كيس بتجيبيه كيس جاهز، كيس خلطه الكبسه. الكيس ده بيتعمل لنص كيلو رز، انا بوريكم هنا مكتوب عليه اهوت يكفي لنص كيلو رز. انا هحطه على الكيلو عشان البهارات بتاعته ما تبقاش تقيله قوي. ماشي، هنا كده البهارات بتاعته دي حوالي معلقتين. هفرغه هنا واحطهم على الشوربه ويغلوا مع بعض شويه. هنا كده انا حطيت البهارات، وهنا كده بكسر المرقه زي ما انتم شايفين اهيت، وبعد كده بحطها على الشوربه بردك، اخليها تغلي غلوه. اكون صفيت الرز، وهحط وازود الشوربه شويه. هنا زي ما انتم شايفين الشوربه لونها جميل جدا اهيت. هنا كده بحط ميه بردك مغليه زي ما انتم شايفين من الكتل، لحد انا حطيت ميه مش كتير عشان اشوف الرز عاوز ميه تانية ولا لا. هنا كده صفيت الرز زي ما انتم شايفين لونه بقى فاتح شويه، ما بقاش لونه ذهبي قوي. هنا كده الرز بتحطيه لو انت اول مره تعملي الرز. انا طبعا بحطه من غير معيار ميه، هنا انا قبل كده عامله لكم الرز البسمتي بالمعيار بالكوبايه بالظبط. هنا بتحطي عقلتين صابع فوق الرز، يغطي ميه يعني الميه تغطي اللحمه بالرز، عقلتين صابع، لان الرز البسمتي بيحتاج ميه اكتر. هنا كده حطيت الزبيب اللي هو منقوع بردك زي ما انتم شايفين، هو كان نفش وكبر شويه. هحط الزبيب واغطيه واسيب الحل. قبل ما الرز البسمتي الميه تشرب قوي، مش زي الرز البلدي، تقلبي الرز يعني زي ما انتم شايفين اهوت في ميه لسه شويه، فانا قلبته ولسه في ميته، وهوطي النار عليه شمعة لحد ما يتردد مع بعضه وميته تنشف. والرز البسمتي اجي امسكه الاقي الرز مستويه في ايدي، خلاص انا هطفي النار. هنا كده الرز كده انا بوريكم ان هو مفرفر وجميل اهوت. هنا كده هنستوى. هجيب بقى حاجه واغرفه فيها. هنا ما شاء الله الرز بينزل ما شاء الله جميل جدا ومفرفر معايا، واللحمه مستويه زي ما انتم شايفين. انا هنا كده بجيب جبت طبق وحطيت اللحمه في الطبق لوحدها عشان احط اللحمه تبقى شكلها حلو على الوش. عود القرفه مع اللومي. طبعا انا حاطه 3 لومي عشان كنت حاطه في الاول 2، لا انا كنت حاطه 3 لومي لان لقيتهم صغيرين. ومع القرنفل تبقى شكلها حلو، بحطه على الوش برضك. بس ساعه الاكل لما بنيجي ناكل بنشيله طبعا، واللي بياكل برضك بيشيل الحاجات ديت. هنا بوريكم ان الحله اللي استلزت قدامكم منكم اهيت مش ملسوعه ولا حاجه، ولا الرز لازق فيها. يعني ما تخافيش لو ما عندكش حله جرانيت او تيفال، لا اعمليها في حله ستانلس عادي وفي حله ليموني عادي. بس اهم حاجه زي ما انا قلت لكم، اول ما الرز الميه بتاعته تبقى فيه شويه ميه صغيرين، وطي النار بسرعه وقلبي الرز وخليه على خليه شمعه. خلي الرز شمعه زي ما بترددي الرز البلدي. هنا زي ما انتم شايفين الرز جميل اهوت ومفرفر وجميل جدا، وبلون لون الكركم حلو فيه جدا زي رز المطاعم، واحلى كمان والله. يعني ولادي ما شاء الله هم بيحبوا ياكلوا الرز من ايدي احسن ما ياكلوا من اي مطعم. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. وانا كنت عامله معاكم الرز البسمتي قبل كده بالمقادير بالكوبايه، لو انت حابه تشوفيها اسيبهولك في صندوق الوصف او في تعليق مثبت باذن الله. وهنا كنت انا عامله بطاطس شيبسي مع الكبسه جميله جدا. ولو عجبك الوصفه ما تنسيش بتعليق وكومنت حلو وشير مع اصحابك كده. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.